نفرو. نفرو معناها اهلا وسهلا او مرحبا باللغه المصريه القديمه، تحديدا اللغه القبطيه. لا، الفيديو ده مش هعلمكم فيه اللغه القبطيه، لان انا للاسف شخصيا مش بعرف اتكلمها. انا بعرف اتكلم كام كلمه، واتمنى ان احنا نرجع نتكلم لغتنا الاصليه في يوم من الايام. بس anyway ده مش موضوع الفيديو. موضوع الفيديو خاص ببلدنا برضه، وانتوا عارفين طبعا ان في ازمه اقتصاديه بنمر بيها الفتره الحاليه. الازمه دي سببها الاساسي او احد الاسباب الاساسيه ان احنا مش بننتج كفايه للاسف. يعني احنا بنستورد اكتر ما بننتج. حتى لو معظم المنتجات الموجوده في السوق مستورده، لكن انا في بدايه السنه حطيت تحدي اني استخدم منتجات مصريه فقط لا غير، واجربها. هي رحله، في منتجات استخدمتها طلعت وحشه، في منتجات استخدمتها طلعت حلوه. هي رحله، وانا قررت ان انا اشارككم رحلتي دي على قناتي على اليوتيوب. طبعا التحدي ده يشمل كل شيء او معظم جوانب الحياه، يعني سكين كير، بيوتي. لو انا عايزه اشتري قطعه ميك اب هروح ادور على شركه مصريه بتنتج ميك اب. لو عايزه حاجه لبشرتي هروح ادور على شركه مصريه. حاجه لشعري كذلك. لبس حتى مش لازم، يعني مش كل شركات اللبس اللوكال براندز بقى اللي هي بتبقى غاليه والبودي ب 60,000 جنيه. لا، عادي في حاجات عاديه جدا بتبقى مصريه الصنع ومعموله من مصانع مجهوله ومش بتستخدم ماركتنج عالي، فالمنتجات ما بتبقاش غاليه يعني. فمش لازم يعني ان انا اقول ايه ده منتج مصري، ده معنى كده اللوكال براندز بقى بتاعت سرايني ومش عارفه هادي غالب بقى، معرفش البراندز التانية ايه. لا، عادي منتجات تانية بلاقيها في السوق بالصدفة. مجرد ما بلاقي حاجة ميد ان ايجيبت خلاص انا بطمن كده وبشتريها. هو النهاردة هتكلم معاكم عن منتج انا اشتريته مؤخرا، ويعني انا بصراحة حبيته جدا، وهو الكحل ده بتاع نيفرتاري. هو ده هصوره لكم دلوقتي، هعمل لكم فوتج كده. طبعا زي اي حاجه في الحياه لها مميزات ولها عيوب، كذلك هذا المنتج له مميزات وله عيوب. تعالوا نتكلم في المميزات. اول حاجه انه ما بيأذيش العين خالص. انا يا جماعه عيني حساسه جدا، لما بحط هايلايتر كده في الكورنر ان ماي ايز بجد بيتعبني وبدمع وكده. فكره ان انا احط يعني الكحل ده جوه عيني كده وما يتعبنيش وما يسببليش اي حساسيه وما يخلينيش اعيط طول الوقت وادمع وكده، والناس بتفتكر ان انا عندي مشاعر ولا قلبي مكسور ولا كده. لا يا جماعه، انا بس حطيت هايلايتر بالغلط. ده بجد ما تعبليش عيني خالص، لان هو من مكونات طبيعيه تماما. استنى، هو مصنوع من 100% زيت زيتون طبيعي بكر خام مع لبان البخور النقي. انا ما اعرفش ايه هو لبان البخور ده، بس يعني واضح ان هو حاجه حلوه. واهم حاجه انه خالي تماما من الرصاص بجد. اعتقد معظم منتجات الميك اب فيها رصاص، وده بيتعب لي عيني جدا جدا. حتى لما بحط ماسكارا كتير بتتعب لي عيني. مش عارفه لو حطيت كحل عادي بيتعب لي عيني. مش عارفه، كان ماما عندها كحل كده من ايفن كان بيتعب لي عيني. ده آمن تماما على العين. لو انتوا عينيكم حساسه بتتعبكم من اي حاجه، او حتى مش بتتعبكم وانتوا عايزين حاجه تكون ما تقلقوش على عينكم او على صحه عينكم منها، انا انصحكم تماما بيه. ثانيا يا جماعه، انا قوميه. عارفين انتوا العيال الكمتاويه اللي هم بيقولوا احنا بنحب مصر والقوميه المصريه ومش عارفه ايه؟ انا من العيال الكمتاويه دول. فانا يعني اديني حاجات رموز كده فيها مصر القديمه، حاجات بتدل على ثقافتنا العريقه. يعني انا شخص بيعتز جدا بحضارته وثقافته. فاي حاجه، اي منتج انا بشتريه بحس كده ان فيه الروح المصريه القديمه، بحبه على طول. بصوا حتى شايفين انا لابسه العنخ، مفتاح الحياه يعني. ايه اكتر من كده عشان اثبت لكم ان انا قوميه؟ يعني كمت تحيا كمت. فبصوا شايفين بقى الديزاين بتاع الشركه دي. اول حاجه اسمها نيفرتاري. نيفرتاري دي زوجة الملك العظيم رمسيس الثاني. ثانيا واو، دي عين حورس. اتس بيوتيفول بجد، جميل جدا جدا جدا، تحفه. واو، ايه الجمال ده! يعني انا بحب قوي الحاجات اللي هي كده مصريه كده. وهم كمان بيقولوا ان هم بيستخدموا نفس الفورمولا اللي المصريين القدماء كانوا بيستخدموها في الكحل بتاعهم، لان الكحل ده اختراع مصري يا جماعه. مصري، تحيا مصر. I think I got so excited. بس انا دي حاجه مهمه جدا ان انا اتعامل مع شركه، وان انا اشتري من شركه تكون
مهتمه بالثقافه بتاعتنا ويكون عندها كده ايه نفس الافكار. بحس كده يعني ايه الرابطه العاطفيه والفكريه والثقافيه مع الشركه دي برضو معتزه كده ببلدنا. بص الديزاين برضو جميل جدا ومكتوب صنع يدويا بفخر في مصر. حاجه حلوه جدا. يا ريت نفخر بالمنتجات المصريه، لان انا بلاحظ ان الناس ما عندهاش ثقه كبيره في المنتج المحلي، واتمنى ان السلسله دي ترجع الثقه في المنتج المحلي ولو يعني عند قليل من الناس. بس هو ده هدفي، يعني ان احنا نستخدم منتجات بعضها يطلع حلو بعضها يطلع وحش. اتس فاين. ثالثا بيدي شكل حلو جدا للعين، يعني مش كأنك انت حاطه كحل او ايلاينر، لا كأن عينك متكحله بشكل طبيعي. هو بيدي كده كأنه عمق للعين، كأن العين كده غامضه وميستيريس وكده. عارفين كده ناس كده تحسوا تبصوا في عينيهم تحسوا قد ايه الشخص ده عاش تجارب كتير او شاف كتير كده من عينه. بس يعني العين لها كده لغه خاصه بيها. انا بحس ان الكحل ده تحديدا او الشكل اللي بيعمله الكحل ده بيعمق قوي الموضوع ده وبيأكد على قد ايه العين هي نافذه للروح، فبتبقى نافذه جميله كده. فحلو قوي. برضو احيانا بحطه مع مسكرة بيبقى شكله جميل جدا. بس بصراحه هو لوحده حلو. انا دلوقتي بحطه لوحده وشكله جميل، مع مسكرة بدون مسكرة شكله تحفه في الحالتين. انا بحبه جدا جدا. دلوقتي بقى ندخل في العيوب. انا هحط لكم كذا صوره لشكل العين بيكون عامل ازاي. الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الصور ده والخط الاسود اللي تحت العين ده للاسف مش ثابت بنسبه كبيره. يعني انا بحس ان هو بيختفي مع الوقت كده، بيختفي كده، والموضوع بيكون مزعج بعض الشيء، بحيث ان انا مضطره لو انا رايحه اي مشوار وعارفه ان انا هقعد هناك فتره طويله هاخده معايا علشان اعيد عليه مثلا كل 4-5 ساعات او كده. لكن هو تأثير التكحيلة كده، يعني عينيكوا هتفضل متكحلة مثلا لحد تاني يوم او حاجة. الناس هتحس انه لا الشخص ده عينه متكحلة، لكن الخط اللي هو بيعمله في اول ما تحطوه ده للاسف مش ثابت. بيسيح لو مثلا عينيكوا دمعت، بيسيح لو غسلتوا وشكم كده، بيسيح لو عرقتوا. فهو مش حاجه ثابته لان هو بودره كده، فهو مش ثابت. بس بصراحه انا ما عنديش مشكله معاه، يعني ما عنديش مشكله في موضوع عدم الثبات ده. لكن لو دي مشكله بالنسبه لكم انتوا عايزين حاجه تفضل معاكم من اول اليوم لنهايه اليوم، ده مش هيكون مناسب قوي بالنسبه لكم. بس الميزه اللي هو لما بيسيح هو بيختفي، يعني مش بيسيح بقى وتلاقوا بقى ده نازل على وشكم كده وعينيكم، لا يعني ممكن بينزل كده تحت العين حاجه بسيطه وبيدي برضو شكل مش وحش بصراحه. يعني مش بيدوا عين جوثك ولا حاجه، لا العين برضو بتبقى شكلها حلو كده كانكم عندكم سموكي ايز. بس مش ده الشكل اللي انا بكون حاطاه علشانه، فاهمين قصدي؟ بس هو مش بيهبب، يعني مش بتلاقوا كده ايه هبابه كده حوالين عينكم او في وشكم، لا خالص. بس هو تحسوا كده ان هو بينزل، يعني بينزل شويه من هنا كده، مدمع العين بينزل شويه كده على العين حبه كده بسيطه، يعني مش شكله مش للاسف ان هو قوي للاسف بيبقى وانا مش عندي ترايبود فحاطه على سيلفي ستيك. سوري. لكن الفكره ان هو مش بيخلي وشكم عفريت يعني بعد ما هيسيح، لا ما تقلقوش خالص من الموضوع ده. هو بس مش نفس الشكل اللي انتوا حطيتوه في بدء الامر. بالنسبه بقى للسعر، هو سعره تقريبا 265، مش متاكده بالظبط، بس انا هحط لكم لينك الشراء تحت في الديسكربشن بوكس. سعره مناسب لانه هو صناعه يدويه، ونفرتاري بتشغل الستات، بتخلق فرص عمل يعني للستات في مثلا مش عارفه في مصانع مختلفه. ده مصنوع في الفيوم، فدي حاجه حلوه يعني ان هو صناعه يدويه. الستات فعلا بتقعد وهم جابوا صور كده على الموقع بتاعهم الشخصي، كل حاجه هاند ميد حرفيا. ففي مجهود جبار ويعني وشغل مميز جدا وراء كل منتج بيتصدر من شركه بتعمل حاجات هاند ميد. فبشوف ان احنا يعني نحترم ان فعلا السعر مناسب جدا جدا بصراحه.
لو هو كان كحل عادي بقى من الحاجات اللي هي بتبقى كوميرشال وكده، لا ما اعتقدش ان انا ممكن ادفع 300 جنيه في حاجه زي كده. بس ده حلو جدا، كفايه ان هو ما بياكلش عيني بصراحه يعني، فسعره مناسب الى حد ما. فيكون منورة من له